مشاهدي ومتابعي قناة المدينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج لقاء خاص. البلدية كيان ترابي مستقل وإحدى الدعامات الأساسية اللامركزية بحكم ما تستلزمه من توزيع الصلاحيات بين المستوى المركزي ومختلف دوائر الحكامة المحلية، وتعد اللامركزية من أبرز رهانات التنمية الشاملة المستديمة. والبلدية ركن أساسي من أركان المنظومة التنموية للدولة لدورها المحوري في تقديم الخدمات للمجتمع ولسكانها على وجه الخصوص، كما تسعى البلدية لتنمية المجتمعات والسكان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية في حيز حدودها الجغرافي المرسوم سلفا، كما تقع على عاتقها مسؤوليات جسام تستوجب منها وضع خطط وبرامج نابعة من متطلبات سكانها للنهوض بها حتى تتحقق نتائجها المتوخاة من إنشائها أصلا. بلدية دار النعيم إحدى بلديات نواكشوط المهمة التي تقوم بدور ريادي في تنمية المجتمع من خلال برامج مجتمعية وتوزيعات غذائية وتكريمات نقدية لأسر مستحقة وفائزين مستحقين، تنفذها وفق خطط وبرامج محددة ومدروسة. الليلة مشاهدينا الكرام نستضيف لكم السيد مما القطب مما، عمدة بلدية دار النعيم، لنتعرف معه عن قرب على نشاطات البلدية وبرنامجها السنوي ومهام العمدة وأهم المشاكل والتحديات المطروحة للبلدية إلى غير ذلك من الأسئلة المهمة. أهلا ومرحبا بكم معنا سيادة العمدة، نورتوا شاشة المدينة. كما نرحب أيضا بطاقمكم المتميز والمحترم. إذن قبل أن ندخل في النقاش سنقدم نبذة سريعة عن بلدية دار النعيم. أنشئت دار النعيم المقاطعة بموجب مرسوم رقم 90-124 الصادر عام 1990، فيما أنشئت دار النعيم البلدية بموجب المرسوم رقم 2001-070 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2001، ويزيد عدد سكانها حسب إحصاء 2013 على 142 ألف نسمة، وهو ما يمثل نسبة 14% من سكان العاصمة نواكشوط، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد بلدية عرفات من حيث عدد السكان. ومن حيث المساحة تمتد على شريط يناهز طوله 15 كيلومترا، وتحدها 5 بلديات: من الغرب تيارة والكسر، ومن الشرق تجنين، ومن الجنوب عرفات، ومن الشمال وادي الناقة. وتشكل دار النعيم عاصمة ولاية نواكشوط الشمالية التي تضم إلى جانبها كل من بلديتي تيارة وتجنين. إذن لنعود إلى الحوار ونرحب بكم مجددا السيد العمدة. أولا لنطلع المشاهد الكريم على المهام المنوطة بالعمدة والمجلس البلدي وعلاقة بين البلدية والإدارات بمختلفها، إدارات إقليمية سواء كانت إقليمية وكانت إدارات كبرى، وأيضا جديد في اللامركزية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. شكرا على الاستضافة. فعلا على فتح نافذة على البلديات، ياك تعريف بها وبطريقة تسير بها والمشاكل اللي تعاني منها، هذا مهم. هو فعلا على البلديات وتسيير المواطنين شأنهم بأنفسهم، اللي العمدة يعتبر منتخب من المواطنين، ياك يسير هذا الشأن المحلي. وخاصة البلديات عادت عندهم أهمية من لدرك سنتين من اعتماد الدولة لا مركزية، لأنها لا بد منها، ما فما ناض عنها. وهذا المجلس الأعلى للامركزية لعد الرئيس الجمهورية اللي يترأسه هو من نفسه، وكان يقدر يدير عليه طبعا رقا جوخر وزير ولا حد، ترأسه من نفسه، ياك يخلق تفعيل اللامركزية تعود موجودة فعلا على أرض الواقع. خاصة على احنا نعتبروا على البلديات على انهم مباشرين المواطن يوميا، جميع المشاكل عند المواطنين اللي يطرحوهم على العمدة
بهم اللي جابرين معاه وبهم اللي فهم بالنسبة لهم على 99% من مشاكلهم انها حلولها لا تعد موجودة عند العمدة، رغم ضعف امكانيات البلديات ورغم كيف قلت لك عليهم كيف انهم بدأوا بالنسبة لي انا ينشئوا به اللي فهم اهتمام من رئيس الجمهورية ومن الدولة، حتى ان احنا في مراكز اجتماعات شهريا عدلوها من اجل نقل الصلاحيات. والله الموارد اللي الصلاحيات قاعد تعود كان اكثريتها خارج غير ما كانت في موارد، واحنا حالا في اجتماعات شهريه من اجل نقل الموارد للعمد اياك يقدروا يسيروا شانهم في بلدياتهم. ومعناها على البلديه ان تجبر فعلا تفعل بالطريقه اللي ناصها عليها القانون، تجبر مواردها على انها لا يتعاون حتى في تنميه البلد. جميل جدا. واذا شو ما هي علاقتكم بالاداره الاقليميه؟ المشاكل تنطرح عليكم؟ احنا الاداره الاقليميه فهم تكامل بيناتنا وانسجام وعمل مشترك. معناها ما فهم بالنسبه لي ما فهم يكون على المدى تتعاون على الشان العام، تتعاون على المواطنين اياك تقدر تحسن من وضعيتهم. ما في مشكله الحمد لله، فهم تعاون مع الحكام والولاة مع الاجهزه الامنيه، فهم تجاوب. معناها على ان هذا على كل حال ان يستمر كيف قلت لك، وفعلا اللامركزيه ذي دورها رئيس الجمهوريه على انها تعود فيه، يخلق دور الله تعود البلديات كيف البلديات اللي حلانا في العالم الاخر. اذا على ذكر البلديه ودورها، طبعا كل بلديه عندها برنامج سنوي. شنو هو برنامجكم السنوي؟ والله هم محاور برنامجكم السنوي اللي كنتم مركزين عليها. احنا في دار النعيم، في دار النعيم لها خصوصيتها، صح، هي اللي تعتبر بلديه من افقر مقاطعات نواكشوط، والبلديات الاخرين المجاوره تجبر فيهم رجال اعمال، تجبر فيهم موظفين، تجبر. دار النعيم ما هو فيها، دار النعيم ما فيها رجال اعمال، موظفين ذاك فيها منهم الا رتب عاديه، والفقر والهشاشه ياسر حتى، وهذا هو اللي اداها على انها تعود كيف قلت لك عندها شيء خاص بها. احنا خلال السنوات كان همنا والله شغلنا الشاغل على ان اولا هاي ترك دار النعيم اللي تعودوا سامعين بها على ان الجريمه منتشره في دار النعيم، وهذا سببه طبعا لا الفقر صحيح والبطاله، وقلت التكوين، وقلت الاهتمام بذيك الفئات. صحيح. احنا من ساعه جينا ركزنا على الشباب، حاولنا على ان نستقطبوهم بفتح مراكز للتكوين، وفعلا على هذه المراكز شفنا جدوائيتها به اللي شغلت الشباب عن ياسر من الامور اللي كانت هي السبب في انحرافه نحو الامور اللي لا تليق. وحتى اني في بعض الاحياء الهشه فتحنا محاضر تدريس قاع القران، اياك مولي تعود ذاك يعاون فم الحمد لله امور ساعدتنا خلال السنوات. هاي النهضه خلقت في مجال التعليم بالنسبه لنا كانت مهمه. هاي المدرسه الجمهوريه عاونتنا حتى اللي هو كانت اكثر الفئات اللي تخسر من تركه الصغيرين، به اللي هو حد خسرت قرايته السنه الاولى والثانيه الابتدائيه والثالثه، معناها على انه خسر هو من نفسه. هاي المدرسه الجمهوريه عاونت على تركيا عادت تقرا الحمد لله، عادهم اهتمام كبير بهاو المراحل، وعادهم اقبال من الاهالي شورهم به اللي المدرسه اصلا كان ياسر من الناس قاعد ينكد منها به اللي تعود التركه يقيسوا المدرسه قال المعلم ما يطلع ما فيها قرايه، هي من نفسها تشوف المدرسه حالها مزري. الحمد لله هي ذاك ما تلا خالق. احنا بتناولنا عدد كبير من المدارس في دار النعيم، وفيها طاقم مولي متميز من المعلمين مديرين مفتشين، وفعلا اعلن هاي السنه الاولى والثانيه طبعا اعلنهم قرايتهم العام الماضي وذا العام، اعلن فهم تميز كبير. ولاحظنا اعلن هاي التركه الحمد لله اعلنها مستواها
على انه تحسن حتى، وعلى انه عاد فهم اللي اقبال كيف قلت لك على المدرسه الجمهوريه، وهذا مهم. رغم ان احنا عندنا ياسر قاع من التحديات، ياسر من التحديات منها كيف قلت لك التعليم الحمد لله مشكلته لا شيء ما بدأت الحل، والمشاكل الاخرى عندنا. بالنسبه للمشاكل المطروحه البلديه والتحديات نقدر ان شاء الله نوصلوا له محور خاص بها. بالنسبه برنامجكم السنوي، ما تم تنفيذه منه الان حتى الان، والله انتم راضين عنه حتى الان؟ احنا برنامجنا السنوي فهم قدر من الامور تمت، منها المشاكل اللي تعاني منها المقاطعه اساسا كيف قلت لك، فك العزله. احنا عندنا احياء نائيه وعندنا احياء حالهم مستنقعات، لا في برك مائيه تقول عليها. معناها علينا عندنا هاو المشاكل الثنتين. واحده علينا هاو السكان اللي في بليده في الزيارات وبليدات صعبه لابد تعدل لهم شيء توصل لهم به الماء، توصل لهم به الامور اليوميه، متطلبات الحياه كامله، لوازم الحياه اليوميه. وهاي الناس اللي في المستنقعات واللي ساكنه فيهم حتى الان، واللي هاي معاناه كبيره يعانوا منها سكان دار النعيم، هم اللي لابد تعدل لهم الطريق اياك يقد شيء يوصلهم، رغم حالهم مزري الى اقصى درجه. عندنا المجالات الاخرى ندخلوا فيها الحمد لله، كيف المساجد، ترميم المساجد، ترميم المدارس، تفريشهم، دعم المؤذنين وأئمة المساجد وشيوخ المحاضر، الصحة. ثم كانت نقطة متفقة بالتعاون بين البلدية ومنظمة وفي وقت اللي دورك سنة عاودت المنظمة ذاك ما طلعت عندها له شيء، وتبنات البلدية هاي النقطة الصحية. عاد النقطة الصحية بلدية بحتة قاع، عاد عندها دعم بلدي، معناها علينا عاد نقطة صحية بلدية دار النعيم. عندنا المشاكل الأخرى الثقافية والرياضية، واللي من الأمور المهمة كيف قلت لك بها اللي هذا يمس الشباب، واحنا حاولنا على ان نبنوا قدر من المراكز، والله عندنا قدر من المراكز موجود حالا. عندنا مركز قالوا مركز سافيا بالتعاون مع يونيسف المنظمات الشبابيه يستقطب كل سنه 1400 فتاه ويكونها ويمولهم، واللي يعطيها مشاريع مسقره على انها تشتغل بها. وهؤلاء الفتيات اللي يستقطب طبعا على انهم اللام عند له يعودوا 18 سنه قال الى 12 سنه، معناها عنهم المتسربات من الابتدائيه والاعداديه، وكانوا للاسف الشديد لا يضيعوا توف غير بعض ذلك. الحمد لله عادوا متكونات وعادوا كلهم عندها هي طموحها ومشروعها وعندها امورها. عندنا مركز الثقافه والفنون يكونوا فيه الشباب على شتى المجالات. عندنا مركز اخر يكون الشباب على المشاريع وتعدال المشاريع. عندنا قدر من المراكز اخترناهم على انهم نسبقوهم بهم، اللي بالنسبه لنا على الشباب اللي يصلح كل شيء. صحيح. ندخلوا جميع الامور الاخرى، منها توفير السقايات للمواطنين في الاحياء النائيه، وتوفير لهم خزانات الماء والصهاريج. البلديه عندها صهريج، وفم صهريج اخر والله اثنين بالتعاون مع الشركه الوطنيه للماء، وهذا كامل لله الحمد لله موفرين به مسكنين به الحال. يعني ان شاء الله يعطي مولانا لين تتحسن الظروف. هناك مشكل يؤرق ساكن الدار النعيم، والله احد المشاكل اللي تؤرق ساكن الدار النعيم هو الجريمه يتعلق بالجانب الامني. ما ندري شنو هو الخطوات والله الدور اللي وإن كانت ما هي معنيه بالملف مباشره، شنو هي الادوار اللي تحاول البلديه ان تقوم بها في اطار هذا الموضوع اللي هو الجانب الامني؟ هو فعلا على الجانب الامني على انه من اهم الامور به الاستقرار، قاع وحده كافي. ودار النعيم كيف تعرفوا على انها من الاماكن اللي مصنفه على انها امنيا فمش خلل والله همشي. يعني بعد انا حسب الظاهر يعني انها خلال السنوات الماضيه يعني بدات تتحسن شيئا فشيئا. فعلا اللي دارك شهره خلق شوي من عدم الاستقرار وشوي من الجريمه
وذاك بلغنا به السلطات العليا كامله، وهم ذلك على مستوى الولايه الشماليه. على كل ليله فهم على مستوى الولايه فهم لجنه امنيه لا تبات ذيك الليله كامله، لا يعود حد من المساعدين الوالي والله الحكام والله المستشارين اللي في الولايه قائمين على الشأن الامني، يتفقدوا الدوريات اللي موجوده على مستوى الولايه الشماليه كامله بما فيها دار النعيم، وعلى اتصال بالمواطنين اياك فم ارقام على اي مواطن لاحظ شيء والله جبر اي مشكله على انه يتواصل معي كل الارقام، وانا من نفسي نمشي معاهم على مستوى المقاطعه دار النعيم، شوف الدوريات وشوفوا مدى جدوائيتها، وطبعا اعلنها بالساعه اللي خلقت خفت الجريمه اللي هو اساسا اذا كامل اللي يعدل فهم اكثريته شمل التركه والله الناس اللي مطلوبه من السجون، وهذه تحس على فهم دوريات متحركه في المقاطعه، وعلى هذا لا يخفف من الجريمه. كانت عندنا مشكله الاناره، وهي الحمد لله بدات تتوفر في المقاطعه، فيها شيء جاء عن طريق جهه نواكشوط مشكوره طبعا، ودارته بعض ذيك الاحياء الهشه، فمن الاناره الاخرى اللي دارت اسمه ملك اللي الحمد لله دارت في شوارع اللي قلنا لها انها يلا ديرها فيها في دار النعيم، وما زالت لا تنزاد الاناره، معناها على الامور الامنيه لا في تحسن الحمد لله وشكرا له. اذا هناك مؤرق اخر يؤرق ساكن دار النعيم ويؤرق البلديه ايضا، وهو واقع البرك والمستنقعات في دار النعيم، حتى انه اثر في بعض الاحيان على مؤسسات على سير العمليه التعليميه، لان بعض المؤسسات التعليميه كانت تقع في هذه البرك وهذه المستنقعات. شنو هي الحلول اللي توصلتوا لها للتعامل مع هذه الظاهره اللي هي ظاهره البرك، وان كان الجميع يعرف ان البلديه وحدها ليست قادره على القضاء على هذه؟ هو فعلا على نطلب من المخرج انها تطلع للمشاهدين بعض صور هذه المستنقعات. تفضل. هو فعلا على هاي من المشاكل اللي انا نعتبرها من اكبر المشاكل اللي تعاني منها مقاطعه دار النعيم. وعلى كل حال احنا كبلديه ما عندنا الامكانيات صحيح علينا نقدر نعدوا لها حلول، فما هاي الامور التقليديه من شفط المياه بالصهاريج، وهذا فعلا علينا عدلنا منه القدين عدلوا، فما ردم بعض الاماكن غير هذا ما هو الحل المشكله، هذه مشكله حل مؤقت، ما هذا حل مؤقت. مشكله علينا دار النعيم علينا حد جاه واطلع على الواقع اللي في دار النعيم. علينا دار النعيم فيها احياء باكملها حتى الان مزقنا به الماء. انا كنت معدل الاجتماعات اللي برحت الاولى حي من احياء دار النعيم، جيت الاحياء منها قاعد مع مواطنين واحنا مزقنا بين الماء والخنز والناموس الآثار الصحية قاعد. وهذا من مخلفات الأمطار ذيك الساعة. احنا فعلا علينا دار النعيم اجتاحها قدر من الأزمات، إلى عاد جاء كوفيد حتى جاتنا أزمة المياه، نكبة دار النعيم اللي دورة عدو سمعتوا بها اللي قرقت كامل، وما زالت حتى الآن ذيك المشكلة ما زالت مطروحة لنا. ذيك المياه ما زالت بحالتها، انت تدخل لك الأحياء الناس ساكنة، الناس ما عندها خيار ولا عندها بريدة تقيسها، وكلها بالضحية تم قاعد في ذيك الدار لين تجيه الفراش ذوالك مبلول تركعت وفيهم رواية في جلودهم ما نعرف هي شنو هي، حد قعد معاهم ما هو ساكن معاهم لا يموت به الخنس به اللي فهم هم تعودوا عليها، هم تعودوا عليها معناها علنهم معها. واحنا فعلا طلبنا علنا طالبين ان ذو الناس واحد يعدل صرف صحي ينقذهم من الوضع اللي هو عايشينه، والله واحده يرحلوا عنهم يخرص لهم اللي يدخل يرحلوا فيه بيدي. هذا صراحه والله لا عاد انا بالنسبه لي وضعيه صعبه وحنا نبغوا التدخل فيها. وانا بعد من اهم المشاكل قاعد عندي حد حل لي مشكله المستنقعات والبرك والاحياء اللي قلت لك وما هو حي وله اثنين وله خمسه وله سته وله 10، هي حكما ان تعود تبقي نص دار النعيم غارق حتى الان. معناها عن مفصول على ان يخلق تدخل وعدل صرف صحي واستعجل به الامطار على الابواب.
احنا ذاك اسحاب حكما لله. صحيح. معناها يعني ما يعدل لهم شيء. لا يعني شو يسوي شنو هو معناها على الناس وتولي تبقى قاعده هم بديات. احنا يساعد ذاك التدخل ولا نقول ما انا راجل ان شاء الله على انه يخلق ذاك اللي يخلق. به اللي احنا المدارس حتى الان عندنا مدارس ما زال محاصر هلمه الا ان عدلنا لها طرق وتوف عاد يوصلوها به التركيا هي حتى الان ما زالت محاصره بالمياه. انا هاي مشكله معضله كبيره لهالدار النعيم وطبعا علينا نختاروها لا نجبروا لها حلول عاجله مولي. اذا كما اسلمنا هذه بعض التحديات اللي بطروحها قدام البلديه. فنظركم انتم ما هي التحديات الاخرى والمشاكل اللي مطروحها للبلديه واللي هي اكبر من قدره البلديه وتحتاج البلديه فيها الى مساعده؟ شوف اشتان حسب الظاهر لان البلديات كاملين ما زالوا على مستوى موريتان ما زالوا لا ما زال خاص شيء من الموارد ياك يقدروا يعدلوا به شيء. هو فعلا عن يخلق دعم حقيقي للبلديات وجبر الموارد على انهم دوروا يرفدوا عن الدوله عبء كبير في جميع اصلا المجالات. يا غير ما حد الموارد ضعيفه لا يتموا البلديات الا فهم مشلولين شوي. كيف قلت لك التوجه فعلا احنا زين عندنا ونعرفوا على انه تم ماشي بصيفته يدوروا الان عقبوا نوصلوا لذاك اللي نطمحوا له اللامركزيه. غير حتى الان البلديه ما زالت تدخلاتهم البلديات في جميع انحاء موريتان اللي ضعيفه بهم ضعف الموارد وخاصه ان تعود البلديات اللي الاكثر هشاشه واكثر فقر ما عندها دخل ما عندها دخل. احنا بلديه دار النعيم ما عندها سوق احنا ما عندنا سوق وطبعا علينا طالبين على انه يعدل سوق في دار النعيم سوق بلدي وعندنا ياسر من الامور اللي نبغى نعدلوا نبغى ندخلوا فيها غير طبعا كاردنا الا الامكانيات. وانا بعد بالنسبه لي على بعض الامور كيف قلت لك الامور الامنيه الامور الامنيه فهم تجاوب من السلطات الاداريه اللي معانا كيف قلت لك كامله فهم تجاوب ونشتغلوا هم يشتغلوا كل ليله يتموا يشتغلوا مداومين كل ليله فيه مداومه على مستوى الولايه حكمه الى الصبح ويتموا متواصلين مع الدوريات اللي تتحرك على مستوى الولايه الشماليه. معناها عن الامن فهم تحسن. يا غير الامور الاخرى هي اللي لابد ينعرف الهش خاصه على النهايه الاحياء كيف قلت لك الهش فاصل في توفير شبكه المياه فيها وفاصل في توفير شبكه الكهرباء. فهم احيانا تنزلنا فيهم يامس ناطرين سلك قد كيلين والله ثلاثه وهم الدايات فهم شبكه الكهرباء غير خاص موتو يوصل لهم الكهرباء. معناها علن دار النعيم تحتاج لفته تحتاج علنها ذيك الاحياء اللي ما فيها الكهرباء انها يوصل لها الكهرباء وذيك الاحياء ما زالت عندهم مشكله الماء حتى الان انه يلا شبكه المياه توصل لها. وكيف قلت لك مجال التعليم الحمد لله انا بالنسبه لي راضي عنه. التعليم والامن هاو راضي عنهم هاو الدوله عدلت فيهم بدك تعدل وهذا مهم في حد ذاته. يا غير ما زالت عندنا مشكله هاي المستنقعات والبراك المائيه ومشكله هشاشه المواطنين على ان نبقوا مولي على ان يخلقهم تدخل الدعم للاسر الفقيره دعمها بمشاريع مسقره. احنا عندنا بياعات كسكس وعندنا انجايات وعندنا العليات كلهم عندها طابله. معناها على انهم هاو زين فيهم على انهم عندكم العنصر البشري جاهز للعمل جاهز. هو تجبار امراه رافده طابسيلها وراها الدور قاع موفر من قدوم هي مشتغله ومستعده تشتغل وراها عيال وفرصه عليها تروح لهم باش تتعشى. معناها على هاي المراه اللي هني توفر لها مبلغ عادي هذا يقدر يعدلها هي ينمي مشروعها. هاي كسكس تقدر تطور هاي الجايه تقدر تطور اللي عندها هاي مولات الطابله كذلك ومولا مشيلة ومولا الى اخره. هذا اللي من الامور اللي تحد من البطاله هي اللي مراه فهم تجبرها تبيع كسكس هي مسيره على اسره كبيره وراها. صحيح. انا عاد اختيار على تخرج لفت على النوع من الامور وتعاون فيه البلديه تعاون فيه اياك تحسن من وضعيه مواطنينها رغم من فهم تدخلات تآزر معي باخر الشيء في دار النعيم و دعم قدر من الاسر. يا غير هذا عمل جيد ويذكر فيشكر. يا غير احنا نختاروا عن طريق البلديه دار النعيم تعرف المواطنين عليه يخلق فيهم دعم لها ومعيلات الاسر الفقيرات. اذا تكلمتم عن الجانب الامني والجانب التعليمي وماذا عن الجانب الصحي
بلدية دار النعيم؟ الجانب الصحي صار مهم على يطرى في شيء به اللي احنا دار النعيم نعتبره علينا عندنا طب واحد في تنسويل، طب زايد وذاك طب للناس كامله ما هو دار النعيم. يا غير طب الدار النعيم هم لا طب واحد طب تنسويل، وفعلا على انه مبارك معاه، كان مبارك معاه الحمد لله، ودشته الوزير انهار وذا وانه وعدل عاد الحمد لله مضبوط. يا غير هذا ما يزيد المقاطعه به، المقاطعه مقاطعه كبيره، وشمال المقاطعه ما فيه طب نهائيا. هذا هو السبب على ان البلديه تعدى نقطه صحيه في شمال المقاطعه، معناها على ان نختاروا فعلا على ان يعدل طب والله اثنين، واحد في وسط دار النعيم، واحد في شمال دار النعيم به اللي الجنوب فيه طب زايد وفيه الطب اللي في تنسويل. يبقى الوسط ويبقى الشمال، معناها كلهم زين فيه وعدل له طب ياك يتم توازن بين فهم توازن. هم العليات انت المراه تبرع عياتهم فهم عقاب الليله ودالها موته وتدفع بها الى اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. صحيح. وحنا البلديه للاسف الشديد على النمو اللي ما عندنا وته تنقل المرضى. هذا من الامور اللي متباركين ان شاء الله كان يعطينا مولانا نتقلبوا عليه، كان يعود عندنا شيء اذا ترهم مريض نقدو ندخله في الوقت المناسب. اذا ماذا عن معروفه بلديه دار النعيم منها من اكثر البلديات حيويه خصوصا في المجال الاجتماعي والثقافي. ما هي أنشطتكم في هذا المجال أو أهم الأنشطة التي قمتم بها في هذا المجال؟ صحيح دار النعيم تبارك الله، الله يحفظهم شبابهم موهوب جميع المجالات. والله ما أقدر أجبر شيء ما أجبرته دار النعيم فيه القدام، راجين نعود إن شاء الله قدام الله في شيء صالح أكون راجين. وطبعا عليهم المجال الثقافي دائما أوائل فيه، وإحنا أنا مساعد شيء ثاني المجال الثقافي محاول على أن يتم دائما من الشطوع على أنه ما يتوقف. ها قلت لك مركز الثقافة والفنون هذا مركز وزاد هو يجيه من الشباب يتكون فيه، ويتكونوا على قدر من الأمور، يتكونوا على التصوير، يتكونوا على المونتاج، يتكونوا على الرقص، يتكونوا على الغناء، يتكونوا على هذا أمور العليات، زينة العليات هي ذيك الأمور. معناها على أي هواية عند التجميل، معناها عن الهواية. أنا بالنسبة لي الهواية عند الشاب احنا لا نحاول على نجسدها على أرض الواقع، غير نجسدها بطريقة صالحة، بطريقة سليمة، وبطريقة مسؤولة. وذا دائما نقول لهم مش الشاب منين يعود هوايته هو يعدلها، غير يعدلها على تربية صالحة. صحيح. خلق حسن، يلحق وقت تصل إليه يمشي يصلي، ولا هي تعود امور دينه زينه واخلاقه زينه حسنه، غير هذه هوايته هو. معناها عنده الحق على انه يشوف ذاته في اللي يبقي. ما نعود احنا معناها على ان اي شاب ذاك الطموح والله الهوايه اللي عنده نعدلها له، طبعا مع تربيه في السلوك وفي الاخلاق وفي التوجيه وفي الامور ذيك. جميل جدا هذه اللفته. لا ما هي طموحاتكم المستقبليه والله مشاريع تطمحوا انتم كعمده كبلديه انكم تجسدوها على ارض الواقع في بلديه دار النعيم؟ طبعا على ثم ياسر طبعا من الطموح وان شاء الله راجل عندنا على انه يتحقق. لا نقول لك على شتيه بلديه دار النعيم هاي رقم اذا كامل الخارج لها هي معاونه في راسها، معاونه في راسها في جميع المجالات. شو لا نقول لك المجال الرياضي احنا ضرك رقم كيف قلت لك هشاشتها ورقم ضعف من الموارد. احنا ضرك في المجال الرياضي شبابنا والفرق اللي عندنا والانديه من احسن الفرق، والبلديه مواكبتهم. احنا ضرك كل سنه نعدلوا بطوله كاس العمده، نعدلوا بطوله للاشبال، حتى الكره الحديديه عدلنا لها 3 ملاعب ومعدلين لها بطوله. فهم المعوقين عندهم فريق زادهم وفهم دعم من البلديه له. هذه البطولات اللي عدلنا لاحظنا منها على انها فرزت الشباب الحمد لله من في مجال كرة القدم عندهم مستقبل لا يعود ان شاء الله زاهر، ان يعطي مولانا على انهم يجبروا دعم والله يجبروا مواكبه.
كيف قلت الثقافة دار النعيم الحمد لله من أحسن الناس فيها. الناس مستعدة تشتغل، مستعدة كل شيء تعدله، خاصها لا تجبر حد له يعاونها. وأنا بعد دار النعيم أنا راح عني خلال السنوات اللي طيت فيها غير فيها ياسر من الأمور الحمد لله. عادوا فيها ياسر من قدروهات ما كانوا فيها، الطرق المعبدة كيف قلت لك، عادوا فيها ياسر من المدارس ما كانوا فيها. فيها عادة الحمد لله الإنارة على مستوى حكم دار النعيم، والله أكثريته هذا ما كان فيها. خلق فك العزلة عن أحياء ما كان حد يتصور من حد يقدي فيها. صحيح. منها حي المقيطي، منها أحياء قطاع 3 وأحياء في بلدات أخرين الحمد لله. ويقير ما زلنا طبعا نطمح، احنا راك متباركين على ان لا نعدلوا مركب في دار النعيم في تنس ويل، على انه لا يعود كل شيء فيه متنوع، انه لا يعود فيه ملعب من هاي الملاعب المغلقه لكره القدم، ولا نعدلوا فيه بليدات البول هذا بيتانج، ولا نعدلوا فيه مراكز ثقافيه ومتحف دار النعيم، نعدلوا فيه حديقه. هو طبعا على احنا بالتعاون مع منظمه اخرى المانيه على ان شاء الله متباركين معاه، وعلى ان نعدلوا حدائق وساحات خضراء في المقاطعه، واحده منها والله 2 وبارك معاهم. غيرها من نعدلوا قدر من الساحات الخضراء تعود في دار النعيم، وعلى ان يعودوا فم مراكز ودور للثقافه وللشباب. وهذا طبعا علينا طالبينه من الوزاره ومشينا راسعي واللي مازلنا لا نمشوهم، نختاروا على فهم تعود مراكز للتكوين المهني. هذه البلديات الهشه اهم شيء يعدلها مراكز التكوين المهني. صحيح. الشباب اللي عندنا خاص يكون. احنا هون اكثريه الاعمال اللي يقوموا بها الاجانب لماذا ما يعودوا شبابنا احنا يعرفوها؟ خاصهم لا يعلموا. صحيح. وهي تدخل دخل كبير، معناها عندنا كثير تحوز على الشاب خاسر قرايته ولا هو احلف شيء وتكونوا معنا قاعد في تمور، ولا يتكونوا وتعلموا الطريقه اللي يشتغل بها. معناها احنا نختاروا مراكز للتكوين المهني تعدل في دار النعيم، وتعدل مولي بالعجله. وراجل ان شاء الله عن دار النعيم على انها تخرج عليها لفته بها اللي هي حالا عاد في وسط نواكشوط. صحيح. معناها على انها عاد تمثل واجهه. يلا يحسن من صورته وينعرف له الشيء. يعني هذا من الامور المهمه عندنا. فمشكله النظافه وذاك ملف شائك طبعا على البلديات، على النظافه على انها تعني البلديات، وهذا هو اللي في القانون. هو قاع هو من اولوياتها وعلى المواطن سبحان الله هو ضرك يدير ضرك 4 سنوات ولا 5. شركه النظافه شركه خصوصيه، يغير المواطن ما انك لا تقبل تنزع من راسه. صحيح. على ان النظافه تعني يكون البلديه، لان هذا طبيعي. يقول لك احنا اللي بدفوا بها بلديه مويسخه والبلديه ما تنظف، وجميع مشاكل النظافه دايره والبلديه قاعده ما هي فيه. انا على ان نختاروا هذا الملف اللي قالوا ملف النظافه لا وحده يرجع قاعد البلديات اللي من صلاحياتهم، والله واحده مولي يخلق تشارك بين البلديات، ويعود البلديات هم بهم اللي هم الواجهه بين المواطن. ويلا هاي النظافه اللي يظل الناس قايمه عليهم فيها يعودوا عندهم فيها بعد دور على الاقل لا تعنيهم 100%. واحنا هنا نجبروا هذا الملف قال ملف النظافه نقدروا نشقلوا شي ما يوفى من دار النعيم. هاي البطاله اللي عندنا فهم اللي في الشباب وفي العليات وفي الكهوله، هاي نجبروهم نقدروا نعدلوا مشاريع ونشقلوا فيها ياسر من التركه، وانتم احنا نصقلوا مقاطعتنا ولا خارقه مده لا تصقل مقاطعتها وتخونها. صحيح. انا نعود هاي مقاطعتي وانا صاقلها وجابر عليها باش نصقلها، انا يعني انتم نظف من البديهي بدنا يجوا واحدين اخرين واردين هم اللي يشتغلوا فيها لا يعود. معناها على المهم على ان هذا الملف على انه يقيس البلديات، وعلى البلديات هم اللي يشقلوا هم ياسر من العماله اللي عندهم تركتهم والعليات ورجالتهم والناس كامله. إذن كاميرا المدينة تجولت في بلدية دار النعيم وسجلت آراء بعض المواطنين حول البلدية، بل نشاهد ونستمع إلى هذه الآراء. احنا متكلمين عن هذه البلاصة
اللي نحن فيها من 2009 راح اللي هون فيها. هاي البلاصة نحن متضررين منها، فيها الماء وفيها الملح وفيها ياسر من شيء نحن متضررين منه. ماء نشربه ما هو صالح لنا، متضررين منه نشربه الماء متلوث. واحدة نحن هون تاكسي ما تخش لنا، بين بدياتنا ما هم وراهم بلين، ولين يجينا الماء ما تقدر حد يخش لنا. عندنا مريض ما نقدر نلحقوا المستشفى من اللي ما عندنا وقت تخش لنا. واحدة هذه البلاصة اللي عاد نحن صالحة لنا حد يعدل لنا فيها الصرف الصحي. نحن البلاصة زينة عندنا غير حد يعدل لنا فيها الصرف الصحي. والله ما اللي ما هي صالحة للسكن رحلنا عنها، يجي لنا بلاصة صالحة للسكن. الفرصة اليوم في هذا في القطاع اللي وصلوا من البارح، جزاه الله خير. وهذا عمده مثالي، لأن هذا لو مولانا وهو ما يخلق ذقاع. اللي الحمد لله هذا حكيه بعض تكلمت عنه السيدة سابقي. هون ذا المحيط كامل اللي مربع أهله ما يقدروا يرقدوا، حتى على أنهم اللي ما يقدروا يفرشوا الفراش. هون بليدات إله عاد فيهم حكم اللي مخاليق. غير جزاه الله خير لعمده، وشاكرين على اهتمامه للمواطنين وتقريبه اللي دار من المواطن، لأن هذا عمده مثال. وشاكرين هم اللي جت الإعلام اللي هي وصلت هون ولا مقصرة، جزاها الله خير. هذا الحي بإطلاق سكتر ده هذا رايح به الماء كامل ما فيه، والماء سائل من الدوشات سائل من الفونسات. وهذا فتنة طرحناها 125 ولا نكرههم اللي ضر. يا اخوتي ذا الحي اذا ما طرحتوا البال منين يجي السحاب اهله دور صعب دور صعب الماء، دور صعب الماء من نقر ديارهم ما هو يصنعهم مولي ما فونسات ما هو شخر. معناها انه لازم يعجلوا عليه اذا عاد الى عاد ترامب يعجلوا بها، واذا عاد شقه المياه يعجلوا بها، واذا عاد صرف صحي يعجلوا عليه. منين يجي السحاب يدور يقلبهم الماء هون. بلدية العمدة إجازين إن شاء الله بالإحسان، عمدة الإنسانية ما بخلنا شيء. جابوا لنا ستيرنات ونطروا عنا الماء وسقلوا مالية ما يقد شيء. في أخبار وكيل هذا الناس وشرابهم اللي كانوا مواكبين هاي العملية يقال هذا ما زي شيء، هذا ما زي شيء. طالبين منكم انتم، طالبين من الدولة على أنها تعاون العمدة إجازين إن شاء الله بالإحسان، تعاونوا على هذا المياه الراكدة اللي ما بخلها شيء، ولا بخلت البلدية شيء، ولا بخلت العمدة شيء. إجازي إن شاء الله بالإحسان. الدولة قاع ما علمت بينا مونين عاد عمدة دار نعيم. تبارك الله عندنا قدر من الإنجازات. هذه الحاوية كانت مطروحة لنا سابق يدخل لنا الماء، وعندنا الطاقة فتبارك الله ترحمين الحمد لله. وعندنا 80 رجاج مستفادة من التآزر، وعندنا 800 أهلها مستفاد، 800,000 أهلها مستفادين من البلدية، مستفادوا فتبارك الله من الصايرة، فتبارك الله ناعم علينا الله تبارك. السكرتير ترواه نعرفوا على أن هذول الإنجازات كاملين اللي يعدلوا معدلهم العمدة وفي زمن العمدة. نحن هنا كنا نبعدوا من قدرات تقريبا قريب من نصف كيل، لا ما عندنا الماء ولا عندنا ضوء، وقطعا العمدة هو اللي يسعى في هذا الضوء وهذه الطاقة وهذه الحاويات وهذه رامبلة. وحتى أن قاع عندنا مولي مشاكلنا احنا قاع ما نوجهوهم ما هو للعمدة، وحتى أن مولي عادوا عندنا جروبات يواصلوا بعض المواطنين بعضهم ما كان يعدلها عمدة وخر غير هذا العمدة. ومشاكلنا عندنا نحلوهم عبر العمدة. نحن ما هن أهم إدارة أخرى نحن قطينا لحقنا، ولكن قاعد نعرفوا الدولة. نحن ما كنا مرتبطين بالدولة، واللي ربطنا بها هذا العمدة. جزاه الله خيرا. ونختار ونعود ونوجه لكم هذا اللي قطع الماما واللي القطب جزاه الله خيرا من الإنجازات. فتبارك الله ياسر ولا تعبر يا خير. ندوروا المزيد من الدولة، هذا معينين به. واللي القزواني مباشرة اعلنوا يالطوا يتلفت علينا ويعايننا والله يساعد القطب وماما واللي القطب في هذه المستنقعات اللي حايطة بينا وديار الخرايب لأمينا لا اللصوص وشي من ما خالق الله الضعاف. ونختاروا مدة تعاوننا بصفة جدية ملي تلقى علينا نظرة حقيقية. لكن عدل ماما راهو عدلوا ما شوفوا ولوك واه نور على علم يا قيري دور العون من عند الدولة خاصة. حقيقة خلق ياسر من الإنجازات العمدة جزاه الله خير. ردم ياسر من المستنقعات، وردم ياسر من الشوارع يا غير. هون فيه ياسر من مشاكل مازال هون في الحي. بسط مثال هذا الخرايب اللي في الحي وفهم مستنقعات على الأقل بعد هون فيه باركين والله 3 يحتاجوا الردم.
رانا طالبين من الدولة والفاعلين السياسيين والشركاء والناس كاملة اللي تساعد هذا الحي اللي كان في الحقيقة ميسي ونختار نومه هون. عن هذا الحي على الأقل فيه ناس عايشة، والله أنا بعد شخصيا اللي هون 20 سنة في هذا الحي وكان مسي. وللأمان إن جاء العمدة بدأنا نحسوا عن عندنا يد في الدولة، وعن عندنا أناس عارفين الشيء، طالبين المزيد وطالبين المساعدة من أجل هذه المواطنين ضعاف. رانا شاكرين العمدة للمنجزات العدل، رانا شاكرين، وحتى أول منهم بعد كاع شركة المياه والطاقة، الأحياء اللي كانوا عطاشوا لهم جابرين ومنهم جابرين ضو، تبارك الله ما شاء الله. رانا شاكرين اللي حتى شاكرين على الطرق اللي عدل، على المدارس، ولكنهم اللي هون عندنا هون الشوارع نبقوهم يرامبلوا، نبقوهم حد يعرف لهم شيء. تو شاكرين هم اللي على ذاك المربط اللي رانا متضررين منه، حتى لابد أن من يعدل لنا له حاله. ماذا هي؟ احنا هون على مستوى اللي نتكلموا عن انجازات العمده ماما والقطب الماما لمستوى المقيطي. احنا هون المقيطي كنا منطقه عشوائيه مهجوره، اذا امرض لنا حد ما نقدوا نلحقوه للطب، يموت علينا في الطريق ويبراو علينا العذيات هون في الطريق. هذا الحمد لله رب العالمين نتكلم معاكم من 2008 انا هون في المقيطي. لله الحمد لين جانا العمده ماما والقطب الماما نقولوا لنا احنا نصار يقول نصار له سوفر. جانا ماما والقطب لماما جزاها الله خيرا، فك عنا العزله فتبارك الله ما شاء الله احسن الخالقين اللي يعطينا ويعطيه العافيه ان شاء الله. هذا الشارع اللي هون اللي عند مسيد والسنهوري جاب العمده ماما والقطب لماما هذا هم اسمهم، وعدوا له رابله وعقاب رابله اللي قيس رقابه الناس اللي راهم في الديزير هوك ما يقدر يقطع لهم شيء سوى شنو هو. جاوا فتبارك الله ما شاء الله الشباب وعدلوا تكميله الشارع ببيلات براتشواته هو. إذا السيد العمدة، هذه كانت عينة من آراء بعض المواطنين، ونحيلكم التعليق على هذا، وإذا كانت عندكم إضافات في بعض الجوانب الأخرى. شكرا، الله يحفظكم. على كل حال لا نقول إلا على أن فعلا هذه المشاكل إلا من المشاكل اللي يعاني منها المواطن، وكيف قلت لك قبيل على أن هاي مشاكل مستنقعات والبراكين المائية على أنها من الأمور اللي تعرقنا احنا كبلدية ونعرى عنها المواطنين واللي متعبتهم. البلدية ما بخلت قد تعدل كامل، واللي عندها من الإمكانيات قد تعدل بالشي عدلته. المجال الاجتماعي من نكبة دار النعيم اللي خلقت والله من سابقها، غير أساسا من نكبة دار النعيم بدأنا نفهم على المجال الاجتماعي لا بد يخلق فيه تدخلات. وهذا قاع واضح من خلاله برنامج رئيس الجمهورية اللي هو تآزر، اللي كان موجه مباشرة لكل فئات الهشة واللي يمس منها في كل بليدة. أنا قالت لي مرة مجيبه بعض واحدة لا تعود في أقصى موريتان على أنها من الناس هذوك البوادي انها الفضة ما قد شافتها بعينيها ثنتين. اول مره تشوف الفضة تمت سنين، اذا هو واحدين يسولوا عنها فلانه بنت فلان، وبحرت قاع روايه شنو هي خالط انعطى لها مبلغ مالي مشيتوا لها تآزر وفرحت به حتى، وقالت عنها قاع اول مره تشوف الفضة بهم اللي هم وصلنا اللانين يخصهم شيء يمشوا زايله والله شيء ينباع ويجيب لهم ذاك اللي يدور. معناها علن هاي الامور الاجتماعيه مهمه وتمس المواطن. احنا ركزنا فعلا المجال الاجتماعي وصرفنا فيه ياسر من الفضة، يا غير نعرفوا على انه ضروري على انه يعدل، وزياده على ذلك نعرفهم اللي على المجالات الاخرى كامله كلها فرصه عليك تعدل فيه شيء قاع سوى شنو هي جميع المجالات. هاي السنوات الماضيه لا حاولت على نفهم يعود توازن على جميع الامور اللي تعنينا والله مرتبطه بها، لان كلها نعدلوا فيه الشيء الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه، ما بقى شيء منها ذاك اللي يعني المساجد يعني المدارس ويعني الشباب والرياضه وذيك الامور كامله حاولنا على ان ندخلوا فيها حسب الممكن. وكيف قلت لك المجال الاجتماعي فعلا على ان ركزنا عليه، حتى ثم بالتعاون مع بعض المنظمات عدنا دخلنا ياسر من بعض الاحياء الفقيره والنائيه دخلها مجانا، وهم
أحياء أخرى بتناول فيه مراحيض، وهذا طبعا على أنه مهم لكي تجي الأسرة تجبر أسرة ما عندها دوش قاعد للأسف الشديد. معناها عم مشكورة هيك المنظمات اللي عاونتنا في هذا المجال. كانت لهم تدخلات مهمة من اليونيسف ومن السيرفو هاي اللي عاونتنا في تعدالها والدوشات، وفم المنظمات اللي يعود حالا ما أحد اسمها. معناها على أنها مشكورة على التدخلات اللي عدلت في دار النعيم في جميع المجالات. لا نقول مرة أخرى على أني شاكركم انتم لإتاحة هاي الفرصة، إياك نطرحوش من مشاكلنا اللي عندنا. الحمد لله مشينا قاع جميع الجهات غير مولزين فيها على أنها تنشاف عن طريق قناتكم، وهذا هو فائدة الإعلام. وخاصة شاكركم على الاهتمام بالبلديات اللي هذا حكم الله يتعاونوا على أن هاي المجالس المحلية على أنها تتحسن وضعيتها إن شاء الله في المستقبل. وهي طبعا أنا أقول لك على المجالس المحلية تندعم وتنعطى لها الإمكانيات على أنها لا يترفد حمل كبير عن الدولة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم سيادة العمداء المما والقطب والمما على هذا الحديث الشيق والماتع. كما نشكركم أنتم أيضا متابعينا الكرام، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.